هقول لك دلوقتي على حاجه انا اتعلمتها في سنين وممكن بجد تكون سبب ان انت تبدا صح. في الامتياز كنت بكلم دكتور اجنبي ورديت عليه بجمله كده من غير ما افكر خالص، فبص لي كده وقال لي your English feels natural، وساعتها حسيت بيقين ان السعي لما بيكون صح ربنا بيبارك فيه، وان الحفظ العشوائي ده عمره ما هيوصلنا. وعشان كده غيرت الطريقه بتاعتي وبدات اتعلم بالاساليب والطرق اللي بتنفع بجد، جمل مواقف تكرارات من غير اي حشو ولا ضغط. ومن هنا بدات بجد افهم ان الحل مش اني اذاكر اكتر، الحل كان اني اذاكر صح. وعشان كده بقول لك بضمير مجموعه اهم 5000 جمله فرقت معايا بشكل انا نفسي ما كنتش متخيله. طب يا ترى ليه بقى؟ لان انت مش بتقعد تحفظ بالطريقه التقليديه اللي كلنا بنحفظ بيها، انت بتسمع جمل بتكون جاهزه في مواقف بتحصل لك كل يوم بصيغه صح وبنطق مظبوط، فتلاقي نفسك بتكرر وبتتكلم كده من غير ما تشغل دماغك. غير ان كمان في خطه يوم بيوم، فانت هتبعد خالص عن الكونسيبت بتاع ابدا امتى، طب اذاكر ايه النهارده. كل حاجه مترتبه من اول يوم لاخر يوم، ومعاك كتيبات كده صغيره قويه جدا بتظبط لك الحماس التركيز حتى النسيان، وفي كمان محتوى صوتي وفيديو. فالموضوع بجد سهل ومرن جدا. واحلى حاجه في الموضوع بقى ان انت مش لوحدك، انت معاك اكتر من 200 الف طالب في الوطن العربي جربوا الطريقه دي، والناس حرفيا كانت بتبدا تتغير من اول اسبوع. فلو زهقت من فكره ان انت تتكلم انجليش ومخك يقف في نص الكلام وكل ما تتزنق تلاقي نفسك عمال بتدور على كلمه انت اصلا مش لاقيها، اسمع كلامي وابدا خطوه صح وربنا فعلا هيبارك في جهدك. فاطلب المجموعه من اللينك اللي تحت وابدا النهارده.